السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض حلا وسهل وسريع خالص جدا جدا في الشتاء، في 10 دقايق هتكوني محضراه، وهي الشعرية باللبن بطريقة مختلفة خالص، بطريقة حلوة جدا ومبتكرة عن كل مرة اللي احنا بنعملها. وان شاء الله بإذن الله الفيديو يعجبكم وتعتمدوا الطريقة دي، حلوة جدا بجد، وحلوة كده في الشتاء وتدفيكي، يعني حاجة حلوة وسريعة. ويا ريت اللي مشتركش في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد. انا معايا هنا نص كيلو من الشعريه، هبدا احمرها هنا في معلقتين زبده او سمنه او سمنه بلدي، اي حاجه يعني موجوده عندك، بس يا ريت يفضل بلاش زيت. وبعد كده بفضل احمر فيها كويس خالص لغايه ما اوصل اللون اللي انا عايزاه ذهبي. بس يا ريت ما تسيبيهاش تقلبي فيها على طول، لان الشعريه بتتحمر بسرعه، ما بتاخدش وقت عشان ما تتحرقش منك. بتفضلي تحمري فيها لغايه ما توصلي للون الذهبي. يعني هي ما خدتش بجد 5 دقايق ولا اقل كده، لقيتها اللي اتحمرت وصلت للون اللي انا عايزاه ده. وبعد كده هنزل بكوبايه سكر وافضل اقلب فيها شويه على البوتاجاز، يعني كانها هتتكرمل معاها. تمام. وعلى حسب السكر اللي انت عايزاه، عايزه تزودي عن الكوبايه نص تاني مثلا، عايزه تقللي براحتك على حسب الحاله اللي انت عايزاه تحطي. يعني انا حطيت على الكوبايه دي، حطيت بعد كده ربع كوبايه سكر تاني. عايزه تستكفي بالكوبايه مفيش مشاكل. وبعد كده تقلبي كويس لغايه ما يتكرمل معاكي خالص السكر مع الشعريه. انا نص كيلو للشعريه هياخد معايا نص كيلو لبن، عايزه ازودي لبن تاني عادي مفيش مشاكل. وبعد كده هنزل بكوبايه ميه، كوبايه ميه بس على اللي هي زي بالظبط ساعه السكر، وبقلب فيها الشعريه عشان الشعريه تشرب الميه دي، وبعد كده ما تشربليش في اللبن. يعني انا نزلتها وقلبتها شويه، وبعد كده نزلت باللبن بعدين، يعني بعد ما الميه قلبتها شويه على البوتاجاز، وبعد كده نزلت بنص كيلو اللبن. تمام. وهقلب فيها شويه برضو لغايه ما يندمجوا كلهم مع بعض. هنا معايا معلقه يعني ربع كوبايه ميه، حطيت فيها معلقه من الكاستر، يعني هيديها طعم حلو جدا وقوام كويس خالص وطعم وريحه حلو خالص. ما عندكيش كاستر ممكن معلقه نشا، ما عندكيش نشا ممكن كريم كراميل، معلقه كريم كراميل تبقى حلوه برضو. تمام. بس هي الاساس يعني معلقه كاستر. وبعد كده اول ما بيغلي شويه على البوتاجاز بنزل فيها، بس اوطي البوتاجاز لما اجي احط الكاستر، اوطي البوتاجاز عشان اقلب بسرعه عشان ما يكلكعش معاكي. وبتقلبي فيها شويه برضو على البوتاجاز بعد ما احط الكاستر لغايه ما تحسي كده ان القوام بقى يعني كريمي شويه كده. بعد كده بتنزليها خلاص، هي بتبقى خلصت كده. تمام. بتقلبي فيها شويه كتير كده. بصي القوام ده يعني هو ده اللي احنا القوام اللي احنا عايزينه. بعد كده بتفضيها في اطباق او بولات، وهي بتتاكل على طول وهي سخنه. حلوه جدا بجد ولذيذه وسهله وسريعه، يعني مش مكلفه قوي، يعني حاجه حلوه وسهله وسريعه واقتصاديه في الشتا دي. ويا رب تكون الحلقه عجبتكم، وبألف هنا وشفا يا رب. ويا ريت اللي مشتركش في القناه يشترك عشان يوصل له كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.